نمشي كيلو في ساعتين. 55 اسعاف وعملت معاه سيت كام ومكفرني on the personal level. وبنرجع مع حضراتكم واخر يوم لاستوديو تحليل المهرجان القاهره السينمائي الدولي دورته ال35، ومعانا دلوقتي عضو لجنه تحكيم لقسم حقوق الانسان، معايا ومعاكم النجمه بشرى. ازيك يا بشرى معانا؟ والنهارده يمكن يوم من اصعب الايام اللي بتمر على المهرجان، يوم من اصعب الايام اللي بتمر على مصر، وبشكرك انك جيتي، وانا عارفه ان انت ما كنتيش عايزه تيجي وما كنتيش قادره تيجي، ولكن زي ما بنقول احنا كلنا بنشتغل من مكاننا، وهنا الاتحادية، هنا التحرير، هنا مصر الجديدة، هنا كل حاجة، يعني حتى وجوه المصورين والمخرجين كلها مش قادرة في ظل الظروف دي. تقييمك للمهرجان، الظروف الصعبة اللي بتمر على مصر؟ بصي يعني طبعا قبل اي حاجة قلبنا مع الشباب اللي توفى، 3 شباب اللي توفوا في الأحداث اللي بتحصل النهاردة من ساعة أو من 2 أو يعني، ويا رب يبقوا آخر 3 أسماء يعني يا رب. والمهرجان السنة دي لعلمك شبه الواقع، مش بعيد خالص يعني، وخصوصا أفلام حقوق الإنسان، لأنه احنا شفنا 16 فيلم في أيام العرض، يعني أيام ما كنا بنتفرج عشان نقيم الأفلام، ومعظمهم كانت أفلام كلها يعني بتتكلم عن القهر الإنساني والمعاناة يعني على جميع الأشكال بقى. تعبتي يا بشرى؟ يعني في فيلم أو فيلمين الحقيقة ما قدرتش أتمالك أعصابي، ويعني انفجرت حتى يعني قدام الناس كلها، يعني ما فرقش معايا بصراحة مين هيقول إيه، ولا يقولوا بتعيط ليه، ولا مين ضربها علقة، ولا الكلام ده، لأنه الأفلام كانت فيها يعني حقيقية جدا من كتر الواقع الأليم اللي هي بتتكلم عنه، لأن في حاجات مبنية على أحداث كمان حقيقية. حروب ويعني هي السينما مرآة للواقع. يمكن السنة دي حاجة من الحاجات الإيجابية للمهرجان في ظل الظروف الصعبة دي والدورة الاستثنائية دي هو وجود قصر للمهرجان في دار الأوبرا المصرية. احنا بنبقى نقدم هنا كل يوم الهوا، وسامعين الفيلم اللي بيتعرض في الصالة المفتوحة في المسرح الصغير. أنا حاسة إن أنا في قلب، وسامعين السراين بتاعت الإسعاف برضو وبتاعت البوليس والهتافات طول الوقت معانا، يعني معانا واحنا يعني معاها ده ومعانا ده. فالتركيبة دي يعني ووجود السنة دي ان يكون في مكان بيجمع كل السينمائيين وكل صناع السينما من جميع انحاء العالم. طبعا يعني بصي، هو فكرة جديدة وناجحة، يعني حتى أستاذة سهير أشادت بيها جدا. هو الحقيقة أنا كنت من الناس اللي يعني فكرت فكرة إن المهرجان ما يطلعش بره دار الأوبرا، والكلام ده كان من سنة تقريبا، مع مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي الثانية التي كنت عضو فيها. كنت عضو فيها، اللي هي لم تقيم المهرجان أو لم تنظم المهرجان، وده نظرا يعني تعدد الوزراء في فترة قصيرة جدا، وكل وزير كان له رؤية وكان له موافقات معينة ورفض معين، فجي 3 وزراء للثقافة في الفترة الصغيرة قوي دي، وكل واحد كان له يعني اتجاهه ويعني وطريقة تفكيره وسياسته، يعني إذا كان في سياسة أو يعني في تخطيط يعني إحنا ما نعرفوش، فكل واحد كان له. ففي اللي أشر ووافق إن مؤسسة مهرجان السينما الأولانية دي اللي أنا بتكلم عنها، اللي أنا كنت عضو فيها، إن هي اللي تقيم المهرجان. وفي مؤخرا لما جه وزير الثقافة الأخير هو اللي أعاد تنظيم المهرجان مرة أخرى لدكتور عزت أبو عوف ومدام سهير عبد القادر. طبعا يعني لو احنا هنشخصن الأمور والمواضيع، ما كنتش هبقى جزء من المهرجان السنة دي، أو ما كنتش هبقى في أي جزء من فعالياته. ليه يا بشرى؟ عشان ناس معاكي كانوا في المؤسسة قطعوا المهرجان، يعني في ناس طبعا حصل مشاكل إنهم قطعوا المهرجان عشان ما كملش بيهم، أخدوا موقف، ولكن أنتي بالعكس أنتي عملتي شكل إيجابي جدا وتحترمي عليه وأحييكي عليه، إن أنتي كنتي مع مؤسسة السينما وأما اعتذروا وأخدت معاهم موقف على فكرة، يعني أنا أخدت معاهم موقف ومضيت على نفس الورقة اللي هم مضوها، الجواب اللي أرسل للوزير، لكن في نفس الوقت أنا أخدت موقف برضو مع مهرجان القاهرة السينمائي، لأنه في الآخر مع احترامي للمؤسسة اللي أنا كنت أنتمي لها، ومع احترامي لمدام سهير ودكتور عزت أبو عوف، المهرجان لا يكتب باسم شخص، المهرجان اسمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعني مهرجان
مهرجان الوطن يعني مهرجان مصر. ففي الاخر مش هينسب لشخص. وعلى فكره في افراد من المؤسسه دي مشاركين في المهرجان برضو موجودين، زي الدكتوره خيريه البشلاوي وتامر حبيب. تامر كان مستقيل من بدري شويه، وحتى الدكتوره رفيق صبان، استاذ رفيق صبان كان موجود برضو يوم الافتتاح، كان موجود وحاورناه وكان موجود. فاقصد ان لا يعني هو الموضوع اكبر مننا بكتير، يعني هو موضوع انه جبهه ولازم ناخد موقف ولازم مهرجان يتعمل، ولا يقل اي وطنيه ولا اي يعني احساس بالوطنيه. هي تظاهره فنيه مهمه جدا، وما تمنعش اللي عايز يمشي في المسيره الصبح ويجي يعمل ويجي هنا ويرجع تاني على التحرير. وفي ناس بتعمل كده، وخالد ابو النجا عمل كده، ونجوم كتير يعني سوسن بدر طبعا مع حفظ الالقاب، الفنانه الجميله عملت كده، الفنانه هلا صدقي، ليلى علوي، يعني والشباب المنظمين في المهرجان انت عارفه اللي هم مش معروفين، الشباب اللي بينظموا، اللي بيساعدوا ضيوف الاجانب، اللي بيعملوا على راحتهم، اللي بينقلوهم من مكان لمكان. الشباب دول كانوا بينزلوا المسيرات وكانوا بيرجعوا يتابعوا اعمالهم برضه. فما فيش حاجه تمنع انك انت تلعب دورين او تلعب دور من الاثنين. وانا بقول لزمايلي اللي انتقدونا وزمايلي اللي قالوا ان احنا يعني ازاي جايين وازاي جايلكوا قلب والكلام ده كله، بقول لها من حقك انك انت تاخد موقف، وانا من حقي اخد الموقف اللي انا شايفاه صح، وانت من حقك تاخد موقف، ونسيب التاريخ يحكم على الموقفين. في الاخر التقدير او سوء التقدير ده كلها اجتهادات، محدش ضامن ان رايه هو الصح طول الخط، ومحدش ضامن ان رايه هو الغلط طول الخط. ومش بني ادم زيه زيك هو اللي يحكم عليكي في الاول وفي الاخر. محدش لا بيشكك في وطنيتك ولا في حبك لبلدك ولا في حبك لمهنتك. وكلنا بنتكلم من موقع شغلنا، يعني لازم نشتغل ولازم نكون مع البلد، ولازم برضو تكوني بتشتغلي، ده برضو مع البلد. فبالعكس انا بحييكي على الموضوع ده جدا. وانا يعني عايزه بس ارجع لسؤالك عشان ما نبقاش عديناه تقييم المهرجان. بالظبط. بصي تقييم مش والافلام اللي شفتيها، الافلام نوعيه الافلام ممكن تبقى افضل طبعا، بس لان احنا اتعمل مهرجان في 3 شهور. وبرضو احب اشكر مؤسسه السينما اللي انا كنت انتمي لها، لان هم برضو عملوا مجهود كبير جدا في 7 شهور او سنه. يعني برضو يمكن يكون مهد برضو ساعد شويه في ال3 شهور. المؤسسه الحاليه اللي نظمت المهرجان يعني تعبت جدا في 3 شهور انها تقدر تطلعه بالشكل ده. كون انه اقيم ده تحدي في حد ذاته، وده مكسب كبير جدا في ظل الظروف دي كلها، وظل مخاطر الحفاظ على الضيوف، وان الضيوف نفسهم جم ووصلوا، وان في فلوس اتصرفت. الفلوس ما بتتصرفش في اسبوع المهرجان فقط، الفلوس بتتصرف من وقت ما الناس بتبتدي تنظم للمهرجان. فيعني عشان ساعتها تقولوا اهدار المال العام ومش اهدار المال العام، طب ما في الاخر ما الفلوس طبعا دي راحت لا. وباين انا شايفه ان المهرجان ده كمان عمل ترويج للسياحه طبعا. يعني الفندق اللي كل الضيوف قاعدين فيه، الفندق ده كان فاضي بينش، ما كانش فيه اي حركه، الناس ما كانش لاقيه شغل. على الاقل في وجود الضيوف اللي موجود دلوقتي بقى في حركه. الناس انت عارفه النهارده قالوا لي مش عارفين هنعمل ايه بعد ما تمشوا، والله كنتوا عاملين لنا حس للفندق وللاوتيل. يعني شوفي جمله بسيطه قد ايه من العاملين في الفندق، عاملين في مجال السياحه، قد ايه متاثرين، عايزين يشتغلوا يعني عايزين يشتغلوا. وحزانه ان ما فيش رجل كتير على الاوتيل والكلام ده. يعني في بعد تاني لازم نبص له يا جماعه. يعني الحياه مش سياسه، والحياه مش الحياه في اكل عيش ناس، والحياه فيها استمراريه ناس بتاكل عيش من ورا ناس تانية طبعا. فيعني زي ما انت قلتي، يعني المهم ان المهرجان اقيم، يعني مهم انه يعني اقام المهرجان، يعني شغل اكتر من مجال، يعني سياحه، ثقافه، علاقات انسانيه، يعني خلى الواحد برضو واعي. اتفرجنا معلومات، اكتسبنا معلومات. انا في حروب ما كنتش اسمع عنها، ما كنتش اعرف عنها. في الافلام اللي عرضت في المسابقه عرفت ان في ناس عانت في دول، وازاي الناس وصلت النهارده للي هم وصلوه من التحضر، من كم المعاناه اللي عانوها في الماضي. بكره مراسم حفل، او مش حفل يعني، بكره مراسم الختام، وبدروه هيبقى الصبح، دايما بيكون بالليل، بكره هيبقى الصبح، وهيبقى توزيع جوائز. مش هتقدري تقولي لنا اي حاجه من الكنترول؟ لا ما اقدرش، لا الامانه ما اقدرش، علشان الامانه وعلشان زمايلي اللي انا برضو يعني مستأمنه على رايهم في اللجنه. لكن هو فعلا هو هيبقى في هيئه مؤتمر صحفي مش احتفاليه طبعا، ما فيش شك. يعني هيبقى حاجه كده سريعه علشان طبعاً. احتراما بقى للاوضاع طبعاً. يعني يمكن في الافتتاح الوضع كان مختلف شويه، ما كانتش الامور تفاقمت للدرجه دي، لكن وكان في ضيوف اوريدي وصلوا وكده كان يعني. لكن ان شاء الله
بس يعني اعتقد ان النتائج يعني طلعت بعد مداولات كتيره جدا. كان في اختلاف؟ طيب اختلفتي مع حد؟ بصي لجنه التحكيم بتاعتنا كانت راقيه جدا حقيقه يعني، ورئيسه لجنه التحكيم بما انها سيده حقوقيه غاده شهبندر اللي موجوده حاليا في قلب الاحداث وبتساعد الناس في الميدان في اللي عند الاتحاديه، ويعني بتقوم بدورها الحقوقي والانساني. يعني سيدة عقلها كبير، وسيدة عارفة كويس قوي يعني تدرس الموقف صح، وعلى قدر كبير من المسؤولية. وبقية المجموعة كلها كان فيها نوع من التناغم، يعني أكيد في اختلاف وجهات النظر، بس السمة العامة إن كان في اتفاق ما، ودي أحلى حاجة في الدنيا. حد من ألمانيا وحد من إنجلترا وحد من مصر وحد من بولندا، يعني يبقى ملتقى ثقافي أكتر منه وإنساني. ده بقى الإثبات إن إحنا لما اتفقنا كلنا على فيلم، اتفقنا على البعد الإنساني. لما لقينا فيه عنصرية في فيلم ما، اتفقنا كلنا إن هو عنصرية. فيعني الحاجات الإنسانية ما فيهاش خلاف. مظبوط. دايما المشكلة في السياسة، ودايما السياسة هي اللي بتودينا لكل البلاوي اللي احنا عايشينها. تفتكري السينما تقدر تقرب؟ يعني فشلنا سياسيا ان احنا نوحد بعض او يكون لينا رأي، تفتكري السينما ممكن تعمل طول عمرها هي اللي بتعمل كده. عمر السياسة ما بتوحد، السياسة بتخلق مشاكل وبتخلق تعقيدات. وطول عمر اللي بيحل الفن، الأغنية الراقية اللي بتسمعيها اللي بتهذب ذوقك وبتهذب حسك وبتهذب روحك، الفيلم الجيد اللي بتتعلمي منه حاجة، يعني التابلو الفني الجميل اللي تبصي له يريح أعصابك. طول عمر الفن هو اللي بيحل، انما اللي بيعقد طول عمرها السياسة. وجود النهارده شباب في لجنة التحكيم وانتي واحدة منهم، تقولي ايه عن الموضوع ده؟ يعني انتي هنا من مصر ومن سوريا كندا وشباب، كله شباب ومنى شلبي، يعني بصي مع صغر سنكم والخبرة أكيد برضو بتبقى أقل من النجوم الكبار، بس انتوا وجودكم وحماسكم. بصي في ناس بتنتقد ده وبتقول لك ايه العيال اللي انتوا جايبينهم يحكموا ما يعرفوا ايه دول الولاد امبارح وبتاع. هي دي تاني مرة ليا بعد تحكيم في مهرجان اسكندرية قبل كده، وكانت رئيسته أستاذة خيرية البشلاوي. ولما جابتني اتصور ان كان في انتقاد جامد ايامها، اللي هو ليه وهي بشرى يعني عملت ايه عشان تبقى بتفهم الكلام ده بيضايقك يا بشرى؟ لا خالص، اصل يعني ده العادي. يعني اذا كان اللي عندنا مشكله اللي قومت ثوره ان في ناس قاعده في كراسيها مش عايزه تمشي وسنها كبير، والشباب مش لاقيين فرصه ليهم ان هم يتواجدوا، لا كده عاجب ولا كده عاجب ولا كده. فشيء طبيعي ان يعني حتى في مجال السينما ده يعني مجرد نطاق اضيق من السياسه وكده، انه ما بيضايقنيش، لانه يعني هم مستنيين يشوفوا مننا اكتر شويه. لازم يعرفوا ان احنا على قدر المسؤوليه، ان احنا على مستوى ان احنا نبقى في مكان زي ده. وبعدين معلش مع كامل احترامي، ودي حاجه انا كنت دايما بعتب عليها في نجوم الشباب، ان هم ما بيتواجدوش في المهرجانات، انه الشباب هم عماد السينما وهم العنصر الفعال في صناعه السينما دلوقتي. يبقى لازم يبقى لهم راي ولازم يبقى لهم وجهه نظر، لان هم المعنيين بالحكايه وهم اللي متاثرين بمشاكل السينما وبظروف السينما والسيناريوهات السيئه والانتاج الضئيل فالشباب هم اللي اكتر ناس لمساهم الحكايه. فشيء طبيعي جدا يبقى لهم تواجد. اصل انت بتتكلمي عن كرسي او كرسيين، والاربعه الباقيين كبار ومخضرمين. مزبوط. فمش عيب يعني لما تبقى النسبه 4-2 او 2-4. لا والميكس يعني ده حلو، يعني التنوع ده مطلوب، يكون محتاجين دم جديد وخبره طبعا. القديم مع الدم الجديد، الاثنين يتواصلوا عشان ما يبقاش الفجوه كبيرة جدا. يعني يبقى دول يعني ودول يسمعوا آراء دول ودول يسمعوا آراء دول. قبل ما اختم معاكي، رأيك ايه في وجود قسم خاص السنة دي عن حقوق الإنسان؟ ده كان لابد منه، موجود في مهرجانات تانية عربية، وبالذات في الايام الكحلي، بلاش سودا، الكحلي اللي احنا عايشينها دي. شيء طبيعي جدا ان احنا يعني نأكد ونركز على قضايا حقوق الانسان، لانها منتهكه والحمد لله في كل مكان. يعني فعلى الاقل يبقى في مسابقه ولو رمزيه، لان احنا نقول للي عمل حاجه كويسه في حق حقوق الانسان نقول له برافو، عشان على الاقل يعني يكمل على نفس الطريق ده. صحيح انت مش هتصلحي الكون، لكن على الاقل اللي عمل حاجه كويسه يتقال له برافو، عشان ما يبقاش ايه يعني ما يفقدش الامل بعد عمل واثنين ويلاقي ما حدش بيقول له برافو، فتلاقيه بقى ايه اللي سائد بس هو الافلام القاسيه والافلام الضلمه والافلام كلها يعني سوداء يعني السوداء. ايه الجديد اكيد بقى مع بشرى الفتره اللي جايه، ولا لسه ما فيش اي حاجه دلوقتي؟ قاعدين بنتفرج وبنشوف، وانا يعني في حاله observation او يعني ملاحظه دلوقتي، وبشحن بطاريتي الفنيه.
يعني محتاجة فترة، محتاجة أقرأ شوية، محتاجة أثقف نفسي أزيد، في حاجات حاسة إن أنا مقصرة فيها، محتاجة إن أنا شوية يعني أرجع أنشط ذاكرتي فيها، وبعدين أشوف بقى يعني الطريق العام هياخدنا فين، لأنه الحاجات ما بتتجزأش طبعا بعد طبعاً يعني، طبعاً. فهستنى أشوف. بشكرك جدا يا بشرى، ميرسي. نورتي شاشتنا النهارده، شاشتنا على السينما. ميرسي. وتقولي ايه دلوقتي للمصريين هنا من دار الأوبرا المصرية وعلى الهواء مباشرة، ومن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان الوطني الدورة الاستثنائية؟ اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا. مش عايزين دموع. بنحبك يا مصر. هنروح لتقرير عن حقوق الإنسان ونرجع ونكمل مع بعض في الاستوديو التحليلي. بشكرك يا بشرى، مش عايزة دموع.